رقم 21 اليوم في اطمئنان، اليوم في اطمئنان لأنه كان هناك بعض الشك بخصوص جائزية الزبيري الذي تعرض للإصابة في المباراة الأولى، لكن واضح تماما مرحلة الاستشفاء كانت جيدة للاعب الزبيري اللي يتواجد في التشكيلة الأساسية. بالمقابل منتخب البرازيل الاعتماد على أوتافيو في حراسة المرمى، سيروتي رقم 2، ياغو 3، ألفيش 4، لياندرينيو 6، كوتينيو 15، لوكاس 5، كروز 8، بيلي رقم 20، ويسلي 11، ثم ليكي رقم 19 في الخط الأمامي. ما يهمنا المنتخب المغربي طريقة التوظيف لا تختلف عن اللقاء الأول. معمر كظهير أيمن، زواني في الجهة اليسرى، المحور مع بختي وبعوف، الارتكاز كان في توازن كبير على فكرة بين الشقين الدفاعي والهجومي، وهذا مكن المنتخب المغربي من تحقيق الانتصار. بينما كرة أولى عن طريق اللاعب الزبيري بعد ذلك ماذا سيفعل الزبيري في التسديد، ولكن التغطية الدفاعية البرازيلية عادت مرة أخرى. زواني بعد صناعة من عثمان معمة اللي ننتظر منه ايضا ان يكون مميزا كعادته في الاطراف. هذه الكره العرضيه فيها تغطيه دفاعيه. بعد ذلك البرازيل نفس الروح، نفس الاداء، نفس الثوابت، نفس الركائز، نفس طريقه اللعب. صحيح اليوم البرازيل كاسم قوي جدا، ولكن ايضا ستكون لدينا من الجرأة والقوة والاندفاع اولى. ماذا اقصد هنا؟ الضغط مع البدايه من جانب المنتخب المغربي، البينيه ممتازه في اتجاه الزبيري ولكن اقرب اليها. خطأ على مستوى التمرير، انطلاقه من ياسين شوط ياسين وفي خطأ. نعم، الخطأ ياتي على مشارف منطقة الجزاء. هنا كرة مهمة جدا، هنا ضربة حرة قريبة من مرمى الحارسي اوتافيو. هذه الإعادة مرة أخرى، تمريرة خاطئة، بداية مبشرة وبداية مشجعة وبداية فيها بين الصادق كما توقعت والحداد. سعد الحداد يسدد ولكن ترتطم بالجدار. عائدة مرة أخرى مغربية عن جميل ومرور هنا بلمسات مراوغة ممتازة. فؤاد الزواني هنا ضيع الكرة، تعود برازيليا تسديدة ولكن بعوف، برافو بعوف يتصدى لهذه الكرة إلى الركنية الأولى لفائدة المنتخب البرازيلي. ركنية إذن لعناصر المنتخب البرازيلي مرفوعة الرأسية. بعد ذلك عيني المتابعة للكرة الثانية تبقى لمنتخب السيليساو عن طريق من لوكاس ينقل داخل منطقة الجزاء وهناك خطأ. نعم، هناك مخالفة تأتي فائدة المنتخب المغربي. إريك بولي أمامنا على الصورة اللي كان وراء التسديدة الأولى. في الأخرى برازيلية عن طريق لاعب كوتينيو هنا مرفوعة لكن عالية بعيدة تخرج إلى ضربة مرمى. نعم، الكرة الطويلة، الكرة مرسلة بهذا الشكل عن طريق اللاعب ويسلي الجناح الأيسر. هذه الإعادة مرة أخرى، هيا كرة لفؤاد الزواني، الزابر يطلب الكرة في الدار. برافو هذه الكرات اللي يطلبها الزو على الطرف الأيمن. هنا انطلاقة سيروتي لكن سهلة يقطع اللاعب اسماعيل، يرسل كرة طولية. يعني المغرب البرازيل هنا في تشيلي يعني نفس فؤاد. كرة على الجهة اليمنى، عثمان معمة يتقدم، معمة يراوغ، معمة العرضية، الكرة تتحول بعد ذلك الجهة اليمنى. ذلك البرازيل في الفئات السنية أيضا لطالما كان متفوقا ومتألقا وبطلا. هذه كرة على الطرف الأيسر، ويسلي ملعوبة داخل منطقة الجزاء. استلام بهذه الكيفية الرأسية، بطل يانيس بن شاوش. شكرا يانيس، التصدي الأول والتصدي الثاني. بطل يشبه يانيس بن شاوش في تصدي بطولي، في تصدي خيالي من كيانيس الأولى والثانية. بعد ذلك يقف سدا منيعا جدارا نعم أمام التهديد البرازيلي هي الأخطر بل كل المنتخبات الوطنية. هذه الكرة تنفذ ملعوبة داخل منطقة الجزاء. حسام الصادق تبقى مغربية. الزواني عندك الآن، الزواني يرفع الكرة، من يتابع بالراس لوكاس، عائدة لألفيش الأمامية، مرت بهذه الكيفية يانيس
يانيس يانيس يانيس يانيس يؤمن المرمى مرة أخرى رغم أنه كان في خطأ، رغم أنه كان في خطأ بغض النظر عن وجود الخطأ في الكرة الماضية، ولكن عينك على يانيس والتصدي الممتاز. شوف لكروز يحاول هنا العرضية في القائمة الثاني، لا أحد لا أحد لا أحد لا أحد. معمر الآن يحاول غلق الجبهتية اليمنى، لا مجال لتمرير الكرة العرضية مع لا زالت هنا ياسين البينية ذكية ممتازة في اتجاه عثمان معمر، لكن الزبيري سيسدد، يراوغ رجعة مغربية. يلا يا شباب لدينا الفرصة الآن العرضية، بعيدة جدا إلى ضربة مرمى، بعيدة جدا. ياسين جسيم حاول في الكرة الماضية رفعها في اتجاه ياسر الزبيري، هذه الإعادة مرة أخرى. وأندرينيو عودة عثمان معمر على البينية. باعوف يراقب والحكم أعلن عن ضربة جزاء. الحكم أعلن عن ضربة جزاء لفائدة المنتخب البرازيلي. نعم الكوستاريكي لم يتوانى ولو للحظة في الإعلان عن ضربة جزاء، ولكن هل تحضر البطاقة الخضراء؟ هل تحضر هنا؟ نعم، عملية طلوية المقربة اللقطة الماضية الآن في نقاش الحكم الكوستاريكي. يأخذ وقت، حكم الكوستاريكي يأخذ وقت. الآن سيتخذ القرار بعد 34 دقيقة وبعد المتابعة عبر الشاشة. الآن سيأخذ قراره. ما هو قرارك يا كايلور، يا إريرا، يا فيلابوس؟ After all review, the number 19 of Brazilian clear simulation, no contact by the defender. So final decision. إذا مشاهدينا الكرام، هنا لا وجود لضربة جزاء، لم يكن هناك تدخل من باعوف. ينتظر المساندة لكن في مراقبة من باعوف. هيا كرة، لا تترك المجال للتسديد، يلعب الكرة لعثمان معمر لمعمر. ياسين راوغ ياسين جسيم راية. ياسين يطلب المؤازرة، ياسين واتفق فعلا. الزواني يلعبها داخل المنطقة، هنا الدفاع يتدخل. الزواني من جديد، بعيدة يا فؤاد، بعيدة. هي عودة، برافو، عودة للزبيري. يخسر الكرة في منطقة صعبة، في مكان صعب، لكن التدارك من سعد. عادت مرة أخرى برازيلية بعرضية لكن عالية على الجميع. يلعب بشكل جميل ياسين جسيم في المساحة ملعوبة، السرعة مطلوبة، الهربة والانطلاقة، السرعة مطلوبة. ياسين جسيم يدخل، جسيم يرفع كرة عالية مرة أخرى. هنا دور بطولي ليانيس بن شاوش، يتصدى ويمنع هدف في توقيت صعب جدا، لأن الثواني الأخيرة الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضايع. حقيقة الامكانيات اللي عند اللاعبين في الخط الهجومي في خط وسط الميدان تسمح لهم بفرض في بعض الفترات فيها بامتياز لاعبو المنتخب المغربي. الكرة تصل على الطرف الايسر الان بنقله وبعرضيه، المتابعه براسيه لكنها بعيده عن مرمى الحارس. وياسين جسيم، اعتقدنا بأنها في الشباك. ياسين الكرة لم تذهب بعيدا، غلطة هنا على مستوى التمرير. يقتنص عثمان معمر في التمرير، التحضير مثالي. وياسين هنا وتلعب مع بطل كونكاكاف المكسيك، فهو فعلا تحدي كبير، ويجب أن تظهر كل مقوماتك لترسل الجميع رسالة واضحة بأن المغرب يدخل من أجل المنافسة. كذلك انطلاقة، هذه كرة بينية عرضية، برافو يعجبني التحصين الدفاع. لمسة واحدة، متابعة، محاولة المرور البينية داخل منطقة الجزاء. اللمسة الثنائية هنا، لمسة 1-2، ولكن طالت إلى
حارس المرمى. هذا هو الاسلوب البرازيلي، صعب كمنطقه الجزاء. هذه الكره تصل عن طريق علي معمر من الجهه اليمنى. سعد الحداد مره سعد سعد كاد ياتي بالخبر السعيد. سعد الحداد كاد ياتي بالخبر السعيد في اللقطه الماضيه. مرور كان جميل. هذه واحده من تقدم يا سعد، مرر يا سعد، توغل سعد. لا زالت الحداد الان. حداد يلعب لعثمان، معما يجد المساندة، يفضل العودة للحداد مرة أخرى. هي لعثمان معما، لكن سال لأوتافيو. ممتاز علي معمر يلعب لعثمان. يلا يا عثمان، بإمكاننا نكرر نفس اللقطة. مرور ممتاز. الله، هنا المهارة حاضرة من عثمان. معما في وضعية صعبة، معما يحاول لكن يصطدم بلوكاس، وقوة البدنية للوكاس. لاحظ إذا سترفع الكرة على القائمة الثاني، ممكن مرفوعة الرأسية. بعد ذلك الدفاع يتدخل، عادت لعثمان معما. هذا عثمان معما يحاول، زالت عن عالمي عثمان. يا معما، من أين أتيت بهذا الأداء؟ معما هدف عالمي في بطولة عالمية، هكذا نعم، في لوحة فنية. عثمان معما يتجلى، عثمان معما يتفنن، عثمان معما على الطريقة لا نقول البرازيلية، هي الطريقة المغربية بصورة مميزة. هكذا نعم يكتب التاريخ عثمان معما بصورة وبطريقة اللاعبين الكبار. هكذا جسيم، وعلى الطاير جابها عثمان، حطها عثمان، وضع في الشباك عثمان. 1-0. لا تقول لي سامبا ولا تانغو، هذه الطريقة المغرب. أمامية برازيلية، محاولة التسديد ولكن بعيدة. شريفي منطقة الجزاء. ويسلي يحاول، لمن داخل منطقة. هنا مراقبة لصيقة، هنا تكتل العرضية داخل منطقة الجزاء بالراس. خطيرة هذه تتحول بعد ذلك إلى الركنية من ضربة مرمى. يعرف بأنه في ظل هذه الوضعية، في ظل خسارة البرازيل ستضغط بقوة. هذه الكرة على الجهة اليمنى، محاولة المراوغة، لأنه تفوق في معظم المراحل على الجناح الأيسر. ويسلي مرفوع الكرة بالراس إلى الركنية. أي السمات. صراع الرؤوس الآن داخل منطقة الجزاء الرأسية. بعد ذلك وبرافو يانيس بن شاوش، يانيس في المكان المناسب. حموني انطلق، حموني هنا في لقطة جميلة جدا، يمرر الكرة في اتجاه من جسيم الحموني. اضرب يا الحموني، ماذا تنتظر؟ هل نعم، ياسر الزبيري يصل الشباك البرازيلية. ما أجمل صورة، ما أروع صورة. هكذا يسجلون، هكذا يتقدمون، هكذا يؤكدون. نعم، وإن تعلق الأمر بالبرازيل، نحن قادرون، نحن فاعلون الانتصار، نحن قادرون على الانتصار. الزبيري نعم يضرب بالثاني، هذه الإعادة مرة أخرى. لمسة جسيم، نفتك بإصرار كبير، الوضعية سليمة والهدف مشروع. 2-0 للمنتخب المغربي. شوف جسيم يقاتل. قتالية كبيرة لجسيم، قتالية كبيرة. ربح يا ناس، ربح كبير للكرة المغربية. تذكروا هذا الاسم. يا رجل، اللقطة عادية جدا، هذه ما فيها شيء. هذه عادية. شوف الإعادة. اللاعب البرازيلي هو اللي يحاول يعمل الخطأ. هذه لا تحتاج انك تشوفها يا الكوستاريك. يعني لا أتصور سيناريو آخر من غير احتساب الهدف. أما إذا فعلت العكس فأنت تظلم المنتخب المغربي. Dabo player challenge for Dabo in the fair manner. Final decision, goal. جول. لقطة عادية. إذا 2-0. تم تأكيد الهدف.
تم تأكيد الهدف. هذه الإعادة اللقطة ما فيها شيء، ولكن بصراحة يعني مذهل هذا اللاعب، مذهل هذا اللاعب. شوف سحر كروي كبير أكثر. انطلاقة من الجهة اليمنى، رايحة للجهة اليمنى. الحموني راقب، الحموني برافو. هنا يلعب الكرة في المرتد الآن، جسيم هرب، ولكن طالت عليه الكرة أكثر. عودة اللاعب البرازيلي، رجعت تساعد البرازيليين على الاقتراب من الحارس يانيس بن شاوش. بعيدة. اتركها يا فؤاد إلى ضربة حموني هيئها تسديدة. يلا يا صادق الثالث اوتافيو لا زالت مغربية هنا بلمسة الحموني. كان بإمكانهم يسجلوا الثالث، كان بإمكانهم. العارضة تنقذ. عيني عليك، باردة يا المنتخب. هذه الإعادة مرة أخرى في عارضة تنقذ المنتخب المغربي داخلة في اللعبة. الحظ وهي أساسا غير واضحة، يعني حتى في الإعادات غير واضحة، ومن عدة زوايا غير واضحة. في النهاية ما هو القرار؟ بطاقة صفراء. أنا لأن الحكم خاض قراره، سنتعرف عليه الآن. Now. After a quick review, the defender number 15 of Morocco plays the ball directly with the hand. So final. ياغو يسجل، إذا النتيجة تتغير. هدفان مقابل هدف واحد لفائدة المنتخب المغربي. الإعادة مرة أخرى، حطها في الزاوية 90 هنا. حتى لو الحارس مشى للجهة اليسرى سيكون من الصعب عليه انه يتصدى للكرة. الطريقة اللي وضع فيها الكرة اللاعب البرازيلي ياغو مستحيل على حارس المرمى انه يتصدى لها، وبالتالي النتيجة تتغير.